مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ رجعت لكم أنا حياة بوصفة صحية جديدة، بس هالمرة الوصفة ما كيتونية. هالمرة وصفة خبز صحي بامتياز، خبز الجودار. ما بعرف إذا كلكن سمعانين بهذا النوع من الخبز، خبز الجودار بيقولوا له الخبز الأسود. هو نوع خبز كتير 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 صحي، وفعليا هو مظلوم بين وصفات الخبز الصحية، لأنه هالنوع من الحبوب، حبوب الجودار، جدا جدا مفيدة وغنية بالألياف وبتعطي شبع كتير كبير. طبعا هي شكل حبوب الجودار، بتحسوا لونها بني غامق على زيتي شوي هيك شكلها. راح استخدم طحين الجودار الحبة الكاملة، جايبته من الدي ام، وراح احط معلقة خميرة، كمان خميرة الجودر كمان جايبتها من الدي ام. ممكن تستعملوا خميرة عادية ما بتفرق، وممكن انه ما تحطوا خميرة نهائيا اللي بدكن اياه. بحتاج لملح الهيمالايا كمان، ولا 200 ميلي من الماء الدافئ، يعني المي بده يكون لا سخن كتير ولا بارد. اول شغلة حطيت معلقة الخميرة، حطيت عليها 200 ميلي من المي وحركتها كتير منيح. بعدين ببلش اني اضيف عليها طحين الجودر. هلا الكمية لا تلتزموا فيها، يعني انتوا التزموا بكمية المي اكتر، يعني حطوا 200 ميلي من المي. تقريبا رح تاخد معكم 3 أكواب من طحين الجودر، بس ممكن إذا ما استخدمتوا الحبة الكاملة تاخد أقل. انتوا شوفوا قوام العجينة بالفيديو كيف واعملوا على أساسها. هلا حطيت كوبين ل3 أكواب من طحين الجودر، مع معلقة صغيرة من الملح. طبعا 1 جرام اللي استخدمته ملح، مع يعني أقل حتى من معلقة صغيرة بشوي. وبلشت اني اخلطهم مع بعض. العجينة كتير تقيلة، يعني هذا النوع الطحين قلتلكن هو مختلف تماما، ما بيشبه نوع انواع الطحين اللي بتعملوها من قبل. هو نوع كتير تقيل ورخم مثل ما بيقولوا بالمصري، ولكن جدا 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 مفيد. رح احط بعد ما عجنت العجينة بهذا الشكل، بدها تكون عجينة طرية، يعني ملمسها طري. دهنتها بزيت زيتون، وراح ريح العجينة حوالي ربع ساعة. بعد ربع ساعة حلاقي إنه الطحين غب السوائل اللي موجودة وكمشت مع بعضها، يعني تقريبا مثل الشوفان، ولكن الشوفان بيضل أفضل بالعجن من طحين الجودر. طحين الجودر أصعب شوي. هلا على سطح العمل حطيت طحين الجودر، كورت العجينة لكرات بهذا الشكل. العجينة بتلاقوها عم تلزق بإيدكم شوي. هذا هو قوام العجينة، يعني لا تستغربوا. هلا بعد ما أحط شوية طحين الجودر على سطح العمل، بلش إني أفرد الكرات واحدة واحدة بالشوبك. حاولوا إنه ترققوها. ليش؟ لما بترققوها أول شغلة الخبزة بتضل أطرى، وتاني شغلة لما انتوا بتاكلوا خبز ما بتاكلوا كمية كبيرة. عرفتوا؟ يعني انتوا تحسسوا حالكم انه عم تاكلوا خبز، ولكن بتكون كمية الطحين قليلة، وبنفس الوقت بترضوا نفسكم. هاد بالنسبة اللي عامل دايت عادي أو اللي متبع أسلوب حياة صحي، يعني ماله كيتو. هذا الخبز ماله كيتو يا جماعة. هاد بس للي بيحب انه يلتزم بحياة صحية. شايفين شكل الخبزة كيف بدها تكون رقيقة بهذا الشكل؟ هلا بعد ما خلصت الكمية كلياتها، حميت المقلاية على النار وبخيت عليها. بعد ما حميت بخت مي صغيرة بس، لحتى تعطي طراوة أكتر للعجينة، لأنه مثل ما قلت لكم هذا الطحين كتير بيغب مي، يعني كتير بحاجة سوائل. طبعا بعد ما ساوت أول طرف، حسيت إنه صار وحمي، قلبتها على الوش التاني، كمان سويته ورجعت قلبتها. ضل بقلبها على الوشين لحتى حسها إنها استوت. طبعا ما بدي إياها تحترق النار، بعد ما تكون حامية كتير رح أرجع نوصها، وبس حسها بردت المقلاية برجع بعليها شوي. هلأ طبعا هي الدهدير اللي نزلت من الطحين بحاول إني لمها، وبمسح المقلاية بمحرمة نظيفة لحتى قيم الدهدير وما تعطي سواد على الخبزة. وبرجع بحط الخبزة اللي بعدها، بخبخة مي وبحط الخبزة اللي بعدها. شايفين كيف؟ هلا الخبزة بحاول بعد ما قيمة من المقلاية، بحاول اني هويها يا دوب شوي صغيرة، وبعدين دغري بحطهم بكيس نايلو، لحتى البخار اللي بده يطلع منهم هو اللي رح يعطي طراوة للخبز. اذا خليتوهم بالهواء رح ينشفوا ويبسوا. بهاي الطريقة بضل الخبز طري وما أحلى. شايفين الخبزة كتير كتير روعة، ولا كأنه خبز جودار. طبعا اللي بيعرف شو يعني خبز جودار رح يعرف قديش هو كتير صعب بالشغل. بس بهاي الطريقة إن شاء الله رح تعجبكم، ورح تاكلوا أطيب خبز صحي.
طبعا أنا عملت هون سندويشتين، واحدة محمرة مع عشوان، والتانية حبيت إني آكل فيها زعتر بس كوجبة فطور. فإن شاء الله يا رب هيك تجربوها وتعجبكم، واتركوا لي رأيكم بالتعليقات، وأي سؤال عندكم إياه كمان اتركوا لي إياه بالتعليقات. شايفين الخبز ما أحلاه؟ طبعا هلأ ممكن إنه يفلق معكم الخبز، بس ما بوعدكم يعني. أنا مو كل الخبز فلق معي هيك صار طبقتين، عرفتوا كيف؟ طبعا هذا مفعول الخميرة، الخميرة هي اللي بتخلي الخبز ينفش، إذا ما حطيتوا خميرة ما رح ينفش معكم الخبز، بس كمان ما بيأثر. المهم بالنهاية إنه عم تاكلوا خبز صحي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك للفيديو والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل فيديو جديد، وأي وصفة بتخطر على بالكم اكتبوا لي إياها بالتعليقات لحتى أعملكم إياها فيديو. بحبكم كتير، بشوفكم بالوصفة الصحية اللي بعدها. باي باي.